والمتابعين الأخوات المتابعات الكرام والكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بطبيعة الحال الجرح لم يندمل بعد. أنا باقي تنتكلم معكم وتنعود على هذا الشيء اللي وقع النهار ديال بالخصوص النهار ديال 30 يوليوز، اللي هو النهار اللي شفت أنا فيه بعينيا ثم ما تبعه بطبيعة الحال من يعني نزوح آلاف. نتوما ولفتو هاد الضفادع الزرق هادو، ولفتو ان حزب العداله والتنميه ما يدخلش للمواقع ديال التواصل الاجتماعي وما يديرش لا بروباغوند. وانا اقسم بمن بعث محمد ما عندي حتى شي علاقه بحزب العداله والتنميه نهائيا بتاتا، لا على المستوى التنظيمي ولا على المستوى كذا السياسي، لان اصلا انا السياسه زعما كنحاول ما امكن اني نبعد عليها. ولكن راه هادشي اللي خاصكم هادشي في مواقع التواصل الاجتماعي. خصكم ناس اللي دير تكونطري لا بروباغوندا ديالكم. وانا عارف بالله هاد اللايف دابا اللي درتو اليوم غادي يبقاو يشطحوا بلا بندير، غدا يصبحوا كاملين معلقين بنكيران ونفس الشيء، نفس الهضره. والمطيرين يا الكوفيين، يا المطيرين يا الكوفيين، يا المطير وسائل صعيب جدا. المواطنين معظمهم شباب، يعني من مختلف المدن والمناطق والقرى والبوادي وإلى آخره، في اتجاه الشمال للوصول إلى مدينة سبتة، يعني والدخول إليها بطريقة يعني غير قانونية بطبيعة الحال من خلال تكسير الباب أو لست أدري ماذا وقع. لا، ولكن أهم شيء اللي ذكرت أنا في هذا الشيء هذا بطبيعة الحال هو أن هذا الشيء هذا زاد الطين بلة بالنسبة إلي، وهذا شيء أعتبره خطيرا. أن هذا الشيء وقع النهار ديال الاحتفال ديال جلالة الملك، من بعد الخطاب ديالو اللي كان بالليل، وكان خطاب ممتاز ومهم جدا ومبشر. يعني كان هذا الشيء في الغدا فهمتيني لا، وماشي غير اسمعوا مباشرة بعد الخطاب ديال صاحب الجلالة اللي وصفوا السي بن كيران بأنه ممتاز ومهم ومبشر ربطوها بجيل زاد. جيل زاد جاء مباشرة، ماشي في النهار بداتو، بعدما نزعت من الحكومة قضية ديال التسيير ديال الانتخابات، وطاطات لوزارة الداخلية مباشرة. وسمعنا في المطالبات ديال جيل زاد اننا ما بغينا حتى شي حزب يبقى، حنا بغينا نهضروا مباشرة مع صاحب الجلالة. هكذا كانوا يقولوا. هاد الأحزاب مجرد دكاكين سياسية، تخليط الأوراق. حسوا، عرفتش أنا شكون، أنا كنهضر على إكس، أنا ما كنتهم حتى واحد. حسوا بأن السياسة كما كانت تمارس من قبل ما غاديش تبقى تمارس بنفس الطريقة، وصاحبها واحد المجموعة ديال المساءلات، واحد المجموعة ديال السياسيين، ديال النواب وديال رؤساء الجماعات وديال المنتخبين وديال كذا، مساءلات كذا. اجي الشريف المال العام فين؟ وجا من بعد وزير الداخلية الاجتماع، واحد الحزب ما بغاش يمشي للامين العام ديالو، ما بغاش يمشي. واحد السيد المهم ما غاديش نقول الحزب بغاش يمشي، غضب.
كيفاش وكذا، وزاره الداخليه وهادي ومنا. في نفس الوقت خرجوا لنا سياسيين مع جيل زاد، بداوها بالصحه والتعليم، بقاو يدرجوا شويه بشويه. رساله الى الملك، عارضه، مشروع حزب، لا مشروع ماشي مشروع حزب، قولوا لي ماشي مشروع حزب، داروا سميوه لي، يعني عطاو مشروع هكا مجتمعي. دابا عيد العرش خطاب يبعثوا على التفاؤل، كاين انجازات على مستوى الواقع، السرعه الزوجه بطيئه جدا ولا تتباطأ عمدا. في ذاك النهار، في نفس النهار، خدامين 50,000 واحد 60,000 واحد يمشيو يسبتوا في نفس اليوم، في نفس المكان، في نفس الشارع اللي فيه الإقامة ديال سيدنا، فهمتيني ولا؟ احنا جايين باش في نفس اليوم، في نفس المكان، في نفس الشارع. قبيله نسمع الشام درشول تهضر على التيار اللي من باطح الكيان الصهيوني وكذا، تقول لك اودي واحد السيد قال له ودي لا يجب استقبال اسماعيل هانيه، موجهه لجلاله الملك. جلاله الملك واش دار؟ استدعى اسماعيل هانيه واستقبله في القصر، واقام مأدوبات عشاء على شرفه. احنا كنحاول نربط وصافي. انا راني ما فاهمش. انا ملي كنقرا التاريخ ونبقى نقرا على البراميكا مع هارون الرشيد، ولا نمشي نشوف القبر ديال المعتمد بن عباد ونبقى نقول يا المعتمد يا شحال كنت نبغيك ونبغي الشعر ديالك، علاش تخالف السلطه المركزيه؟ علاش؟ واش داك اليوسف بن تاشفين؟ واش داك؟ واش كبروا جنحيك؟ واش بغيت تطير؟ يا خلا شرك يا المعتمد بن عباد، واش داك؟ ياك طلع المره الاولى وحطك ورجلك وحماك، وطلع المره الزوجه، المره الثالثه قطبك خويا العزيز، قطبك، جابك مسلسل من اشبيليه حتى الاغمات. انا من بركان حتى الاغمات في اللوطو كليماتيزي وعييت، في اللوطو كليماتيزي من بركان الاغمات عييت، بغيت نطردق. علاش المعتمد؟ علاش دير هكذا؟ واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ يا ودي الله يهديكم. راه اي نظام خصكم تعرفوها هادي، اي نظام، اي ملك، اي رئيس شرعي منتخب، يعني منتخب شرعي، راه قوة وحدة اللي عنده، هي القوة ديال الشعب. وإلا كان هاد القوة ديال الشعب كاينة في شي دولة إكس بدرجة 1 على سلم ريشتر، راه في المغرب كاينة بدرجة مليار على سلم ريشتر. خصكم تفهموا هاد القضية. هاد القوة ديال الشعب تاع الشرعية ديال الالتفاف حول ولي الأمر، إلا كانت في شي دولة بمقياس 1، في المغرب راها بمقياس مليار. وانا كيشفوني البراميكا والله العظيم، الا كيشفوني
داروا القصورة، داروا الأراضي، داروا منا، داروا ملهيه. من يدخلوا على هارون الرشيد، نعم سيدي أمير المؤمنين هارون الرشيد، كل شيء على ما يرام، كل شيء كذا، كل شيء منا، كل شيء من هيوا. غلطوا غلطوا وغلطوا بزاف. مسكين يحيى البرمكي اخويا عبد الله، الله الا مسكين يحيى البرمكي، في الطالي قطبهم واحد واحد. علاش؟ لان عنده الشرعيه، عنده القوه، عنده الملك، عنده الشعب. المهم انا غير جاني هذا المثال هكذا وصافي، انا راني غير ديوش عليا، انا راني غير نقول نحضروا الحفل ديال سيدنا، واذا به هذيك الجموع المتدفقه فهمتني، لا يعني بغرفات وحدانا، بالافراد بالعشرات يعني الاقل واكثر الى اخره، وما وقع لهم وما لا يزال يقع لهم الا يعني هذوك، لا هذوك اللي رجعوا الله يعان بينهم اليوم حالتهم، ولا هذوك اللي بقاو تمايا وتيعانيو بدون شك. انا متاكد انهم تيعانيو، بين كاين بل كاين كلام على الاعتداء على الصبيان والاغتصاب ديال الفتيات واشياء. لا شك لا شك لا شك لا شك، لانه يعني بقاو ساكنوا بدون حمايتهم. بون، هاد القضيه هذه فيها جوج د الحوايج. جوج. وحده طلبتها من جلاله الملك، خصنا نعرفوا شنو وقع، خصنا نعرفوا، لابد نعرفوا شنو وقع، من الذي دبر هذا، أجهة خارجية، أجهة داخلية إلى آخره، كيف وقع وكان أن وقع هذا في نفس اليوم، لأن هذا زعما وحنا يملك هذا باساج واعر غادي نعاود له. نعرفوا شي حاجة جلالة خصنا نعرفوا شنو وقع. لا شك لا شك لا شك لا شك، لأنه يعني بقاو ساكنوا بدون حمايتهم. بون، هاد القضية هذه فيها جوج د الحوايج. جوج. وحده طلبتها من جلالة الملك، خصنا نعرفوا شنو وقع، خصنا نعرفوا، لابد نعرفوا شنو وقع، من الذي دبر هذا، أجهة خارجية، أجهة داخلية إلى آخره، كيف وقع وحده يقول بن كيران، وحده طلبتها من جلالة الملك، كيف وقع هذا، أجهات خارجية أم جهات داخلية؟ خارجية مفهومة، نقدروا نفهموها. خارجية كاين بزاف ديال اللاعبين، بزاف ديال لي جوار اللي يقدروا يكونوا سبب مباشر ولا غير مباشر في التدبير ديال هذا الامر هذا. على من انا غادي نسطر بالاحمر على جهات داخليه، جهات خارجيه ام جهات داخليه. دابا هاد الضفادع الزرق هادو علاش راهم هاجمين على بن كيران؟ واش حيت تكلم على جهات خارجيه ولا حيت تكلم على جهات داخليه؟ كيف وقع وكان أن وقع هذا في نفس اليوم، لأن هذا زعما وحنا يملك نرفعوا شي حاجة لجلالة الملك كنحترموا المقام. ما إلى حد الآن ما كاينش جواب، حنا كنتسناو. ولكن كاينه واحدة أخرى اللي غادي نعاود لها، خصنا نعرفوا، لابد نعرفوا شنو وقع، من الذي دبر هذا، أجهة خارجية، أجهة داخلية إلى آخره. هذا الاغتصاب ديال الفتيات باقي فيه ما يتقال، هذا المورسو هذا باقي فيه ما يتقال. وأشياء. نوريك السي سيزار عندما تتكلم عن ولي الأمر وصاحب الجلالة ألا تنصب نفسك أعلى منه، وأنك هنا من أجل أن تحميه.
غنوريك دير تكلم بوقار وبتقدير كما ينص الدستور عن ولي الامر وعن صاحب الجلاله. غادي نفهمك كيفاش دير التحليل، غادي نفهمك دير تفهم الكلام السياسي، فهمك ماشي واش الغواصه تغرق ولا نديرو وجده باركينغ ديال الاف 35 باش يصفقوا لك الحمره والبعره. اسمع، لا شك لا شك لا شك لا شك، لأنه يعني بقاو مساكن بدون حماية. بون، هاد القضية هادي فيها جوج د الحوايج، جوج. وحدة طلبتها من جلالة الملك، خصنا نعرفو شنو وقع، خصنا نعرفو، لابد نعرفو شنو وقع، من الذي دبر هذا، أجهة خارجية، أجهة داخلية إلى آخره، كيف وقع وكان. مادام قبيله كتركزوا على اللغه طلبه يطلبوا، ما تركزليش على طلبه يطلبوا طلبا، طلبه يطلبوا طلبا. اسمع، طلبت من ملك البلاد، وهذه طلبت من ملك البلاد تفسيرا كيف قلت لكم البعض شرحها على انها استنطاق. هذا الطلب ما شرحش لينا، ما قالش سي بن كيران هاد طلبتو كي دايره، لان هذا الفعل ديال طلبتو بحال يعني خصو يشرح للمغاربه كيفاش، وطرحات الاسئله. ملي كتقول طلبتو، اي واحد كيسمع لك كيقول كيف طلبتها، يعني كيف طلبتها من جلاله الملك. لو مود دو كومونيكاسيون اللي استعملوا كي داير. وانت شغلك واش واش انت دخلت للقصر، واش انت عندك علاقه مع صاحب الجلاله بصفه رسميه ولا غير رسميه، انت واش شغلك. ثم انك لا يجب ان تركز على كلمه طلب او طالب، يجب ان تركز على كلمه دبر. ها هي، اسمع السي سيزار، اسمع. شنو وقع، من الذي دبر هذا، أجهة خارجية، من الذي دبر هذا، وتزيد تركز على أجهة خارجية أم جهة داخلية. وديك الساعات انت طابل الكيان الصهيوني، قول ودي بالله راه بن كيران هي الجهة الداخلية، وربط لنا كيما ربطت لك انا في هذا اللايف، راه غير تكون مقنع. يجب ان تركز على ماشي طلبه ماشي شغلك، انت ماشي رجل دوله، انت ماشي رجل دوله. طلبه هذه مسائل متعلقه ببن كيران ومتعلقه بصاحب الجلاله ولا متعلقه بالحزب. ثم جينا السي عمر الشرقاوي، واش يقول لنا السي عمر الشرقاوي؟ ها واش كيقول لنا السي عمر الشرقاوي؟ اسمحوا لي نقول لكم واش يقول لنا عمر الشرقاوي. ها واش كيقول لنا السي عمر الشرقاوي. هي هذه السي عمر الشرقاوي. مساء الخير في حلقة جديدة من حلقات بودكاست التجاهل، وبأنه هو المهم كملها. من مسؤولية جميع المغاربة يدافعوا عليه بالطريقة التي يرونها مناسبة. اسمعوا على يعني الهرطقات ديال بن كيران حينما يتعلق الأمر بمؤسسة وضعها الدستور ضمن الثوابت الجامعة. معنى الثوابت الجامعة بمعنى أنه كل المغاربة عندهم جزء من هذا الثابت، وهذا الثابت من مسؤولية جميع المغاربة يدافعوا عليه بالطريقة التي سمعوا كيف يشرعن السبة والشتمة والقذفة. الله يرحم الوالدين، هذا غادي نقطعوا هذا المقطع الاخير لان اللايف كامل طالع غير على هذا الاخر، ولكن كان خصني ندير ضروري الربط. سمعوا الخطوره ديال الخطاب الاعلامي ديال هاد الضفادع الزرق. سمعوا مزيان، يرونها. سمعوا على يعني الهرطقات ديال بن كيران حينما يتعلق الأمر بمؤسسة وضعها الدستور ضمن الثوابت الجامعة. معنى الثوابت الجامعة بمعنى أنه كل المغاربة عندهم جزء من هذا الثابت، وهذا الثابت من مسؤولية جميع المغاربة يدافعوا عليه بالطريقة التي يرونها مناسبة. طبعا أنا ما عنديش مشكل شخصي مع بن كيران. شوفوا
كيف يشرعن السب والشتم والتخوين والقذف والتشهير بمسمى أن فصل 38 من الدستور يقول يساهم جميع المغاربة في الدفاع عن الوحدة الترابية، ماشي على المؤسسة الملكية، لأن المؤسسة الملكية هي قائمة بذاتها، هي من تسهر على الدفاع لا على المواطنين ولا على حوزة الوطن. شوف ما عرفتش انا دركي واش هذا الشيء مقصود ولا ماشي مقصود. لكم انكم تقولوا. كيقول لك اي مواطن من حقه ان يدافع عن المؤسسة الملكية التي يعتبرها ثابتا من الثوابت بالطريقة التي يراها